هل سمعت عن إنسان عايش في أكتر من عالم قبل كده؟ أو إن في ناس بتشوف في أحلامها حاجات وبتكون حقيقة؟ أنا جاي أحكي لكم النهاردة إن بسبب كام حلم آثار كتير في مصر تم اكتشافها. بنت اسمها دورسي لويس اتولدت 16 يناير 1904. دورسي كانت طفلة عادية جدا لحد ما وقعت من السلم وهي عندها 3 سنين. الوقعة دي كانت شديدة جدا واللي بسببها نقلوا دورسي للمستشفى، وبعدها الدكاترة بلغوا أهلها إن هي توفيت. وبعد وفاتها بساعة كاملة وهم بيحضروا جنازتها صحيت دورسي من الموت بشكل مفاجئ، وده كان وسط ذهول من اهلها ومن الدكاتره. رجعت بعدها دورسي للحياه بس ما رجعتش زي ما كانت. لما فاقت كانت بتعيط بشكل غريب وبتصرخ وبتقول فين بيتي وفين اهلي، رغم ان اهلها كلهم حواليها، وكانت عماله تقول انا عايزه اروح بيتي. وفعلا اهلها رجعوها البيت، بس الغريب انها لما راحت البيت فضلت برضه تقول فين بيتي، وقالت ان هي كانت عايشه في قصر واسع جدا وجواه اعمده منقوش عليها رسومات جميلة، وكمان كان موجود تماثيل. اهلها قلقوا عليها، وخصوصا ان هي كانت بتشوف احلام غريبة جدا، وقرروا انهم يعرضوها على دكتور، واللي كان كلامه كله مطمئن بالنسبة لهم، وان كل اللي بتمر بيه بنتهم ده طبيعي نتيجة الوقعة الشديدة. فقرروا يتعايشوا مع اوضاع بنتهم دي على انها طبيعية. وبعد سنة خد الاب بنته للمتحف البريطاني. كل حاجة كانت تمام لحد ما دورسي شافت جزء لتماثيل مصرية قديمة. فضلت تلف حواليهم ووصلت بيها انها كانت بتبوس رجل التماثيل وبتقول وطني واهلي. وطبعا الموقف ده سبب ذهول لوالدها ولزوار المتحف، وده خلى والدها يمشي بسرعة بيها من المتحف علشان ما تلفتش الانظار زيادة. فضلت دورسي تروح لوحدها المتحف كتير، خصوصا الجزء الفرعوني. ولما وصلت سن ال10 سنين شافها عالم اثار اسمه السير باتش، وقرر انه يعلمها اللغة الهيروغليفية، لكنه اتفاجئ باتقانها للغة الهيروغليفية. وقالت له انها كانت تعرف اللغة دي من قبل كده، وبدأت تحكي له انها بتشوف في منامها حاجات كتير، ومن الحاجات دي انها كانت بنت حارس للملك سيتي الاول، وبتعيش في معبد ابيدوس بعد وفاة والدتها. وبعد فترة من وجودها في المعبد اتحولت لعشيقة للملك سيتي الاول، وكانت حامل منه كمان. وطبعا هي كانت محطوطة في مأزق، وخصوصا ان المعبد كله عرف الا الملك سيتي الاول، وما كانش فيه حل ولا ينفع انهم يعرفوه، وبالتالي الحل الوحيد قدامها الانتحار. وقالت انها رجعت للحياة تاني في جسم دورسي عن طريق تناسخ الارواح. دورسي كمان حكت الاحلام دي لاهلها، واللي خافوا جدا وقرروا ياخدوها ويرجعوا يعيشوا في قرية جدتها. وبالصدفة ان دورسي في الوقت ده اتعرفت على شاب مصري اسمه امام عبد المجيد، وطبعا ده بالنسبة لدورسي كان خطوة مهمة جدا علشان هتعيش في وطنها القديم مصر. وفعلا اتجوزوا وخلفت منه ولد وسمته سيتي على اسم الملك سيتي الاول، وتعرفت باسم ام سيتي. وفي وقت جوزها جاله شغل في العراق رفضت بشدة ان هي تروح معاه، وانفصلوا علشان تفضل في مصر. بعدها اتعرف عليها الدكتور سليم حسين عالم الاثار المصري، واشتغلت معاه كتير، وساعدت علماء اثار كتير في فك رموز اللغه الهيروغليفيه، وساعدت كمان في اكتشاف حديقه معبد ابيدوس، اللي قالت ان هنا كان اول لقاء ما بينها وما بين الملك سيتي الاول. واكتشفت كمان حفريات اثريه كتير محدش غيرها كان يعرف مكانها. ومن الحاجات المهمه جدا وبسبب الرؤى بتاعتها وانهم اخدوا الرؤى دي بعين الاعتبار، ساعدتهم ام سيتي في معرفه مكان المقبره الشهيره مقبره نفرتيتي في وادي الملوك. وبناء على معلوماتها وصلوا لاكتشافات كتير هامة خاصة بعصر الفراعنة. وتوفت دورسي وهي عندها 81 سنة. وأكيد حياة دورسي كانت مليانة بالقصص الغامضة اللي ممكن نكون ما نعرفهاش، وهتفضل دورسي لغز محير محدش عارف هل هي صادقة ولا جابت المعلومات دي بطرق وما قالتش عنها لحد، ولا فعلا هي مرت بتجربة استنساخ الأرواح. ولو انت لسه بتتفرج على الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.